كتبدا القصه في واحد القريه معزوله سميتها شاندرور اللي كاينه في البنغال. تما وسط واحد المعبد قديم ومظلم، الناس كيديروا واحد الطقوس غريبه لواحد الصنم سميتو كالي حيت كانوا كيعبدوه. في نفس ديك الوقت المراه ديال كبير القريه كانت كتولد. المراه اللي كانت مقابلها خرجت كطير عند المساعد ديالو وقالت ليه مبروك جابت ولد، والفرحه ما كملاتش حيت الوالده رجعت وهي مصدومه. قالت ليه حبس راه كاين توام ولد وبنت. كبير القريه كان جالس ومتوتر، وفاش سمع بالولد صيفط المساعد يبلغ واحد البنت كيسميوها المنشوده بحال الا قلتي العرافه ديالهم باش تشكر ديك الصنم. بين ما الاحتفالات نايضه كانت ما واحد الدري سميتو جوديف، كان صاحبو كيوسوس ليه وكيقول ليه هادشي راه ظلم، انت اللي كبرتي معاهم وانت اللي كان خصك تكون المنشود. علاش كبير القريه اختار هاد البنت؟ جوديف جاوبو باللي السيد حلم بالصنم كالي وهي اللي اختارت البنت، وهو ما قدرش يراجع الكلام ديال الاسياد. رجعوا للقصر. المراه ديال السيد كانت يلاه ولدت البنت الثانيه، وهنا كيبان لنا واحد الكائن شرير فوق من النعاس ديالو. كبير القريه خدا واحد القرار قاسي، الولد غنسميوه شوفينكار ولكن البنت خاصها تموت. الام بدات كتغوت وكتطلب ولكن القلب قسح من الحجر. خداو البنت الصغيره ودخلوا بها لوسط الغابه. الشجر كان فيها كامل ميت وكحل. العرافه هزات السيف وقالت كلمات كيجمدوا الدم في العروق. فاش الشيطان غينشر الخطايا ديالو دموع البنت غتسقي الارض، ودم الدري غيقضي على الشيطان، وبلا رحمه ذبحوا ديك البنت الصغيره تما. داز دابا تقريبا 40 عام على هادشي. كنشوفوا امبيكا خبيره اللوحات وهي كتشرح للطلبه على واحد الاسطوره ديال الشيطان سميتو راكتابيج. هاد الشيطان كان واعر حيت كل قطره من دمه كطيح على الارض كيتولد منها شيطان جديد. الحرب كانت خاسره حتى تحولت بارفاتي الكالي المرعبه اللي قطعت ليه راسو وشربت دمه قبل ما يطيح في الارض، وهكذا قضات عليه. تما كان واقف شوفينكار، هو نفس الدري اللي تزاد في اول الفيلم. بان باللي ولا راجل كان كيتغزل بامبيكا، ولكن ما كانش كيتغزل بها غير هكاك حيت هي مراته دابا، غير كانوا كيضحكوا مع بعضياتهم. هذه بنتهم شوطه. بنتها مشوطه سولاتهم فين غيدوزوا العطله، وقالت لهم بلي خاصها تمشي للقريه ديال الاب ديالها باش تكتب قصه قديمه للمدرسه. شوفينكار وجهه تبدل وقال لها مستحيل، ديك القريه الموت فيها احسن من الحياه. شوطه بقات كتلح عليهم ولكن واخا هكاك والو. وبالليل شوفينكار قال لمراته خاصنا نعاودوا لبنتنا الحقيقه حيت هي راه كبرات، ولكن الام خافت وقالت ليه البنت عندها غير 14 عام وهذا الشيء غيهبلها. فجاه كيصوني التليفون، الاب ديال شوفينكار مات. شوفينكار كان متردد، ما باغيش يرجع لذاك القنت الملعون نهائيا، ولكن الواجب كان كيناديه. قرر يمشي بوحدو يحضر الجنازه ويرجع كيطير. بنتهم شوطه فاش عرفت الصباح بقات كتشك باللي والديها مخبيين عليها شي حاجه حتى جدها ما عمرها شافته. اما شوفينكار كان وصل للقريه، دار مراسم الجنازه وحرق الجثه ديال باه على حسب الطقوس ديالهم. تما تلاقى بجوديف اللي دابا ولا شارف وطلب منه يجي يعيش في القصر. شوفينكار جابو بكل صرامه، قلب ليه على شي سمسار، هذا القصر خاصو يتباع. جوديف استغرب وقال ليه تبيع هاد العظمه كامله واش انت مسطي؟ شوفينكار خنزر فيه وقال ليه بالعكس، حيت انا عندي العقل كنقول خاصو يتباع، انا ما عنديش استعداد نعيش وسط الجن والشياطين ونعرض حياتي ومراتي وولدي للموت. شوفينكار كان باغي غير فوقاش يهرب من ديك القريه، وقال لجوديف باللي هو باغي غير يعيش هاني مع مراته وولده. جوديف خنزر فيه وقال ليه علاش كتكذب عليا؟ انا عارف باللي انت عندك بنت ماشي ولد، الوالد ديالك عاود ليا كلشي قبل ما يموت. شوفينكار تبلوكا في بلاصتو ولكن سد الموضوع وطلب منه يبيع القصر في اقرب وقت. شوفينكار عيط لمراته امبيكا وقال ليها باللي غيرجع في الليل حيت ما قدرش يبقى تما دقيقه وحده مازال. وهو خارج مع الخدام ديالو بيكاج تعكل في واحد الجدر ديال الشجره، بقى منه واحد الطفل لاصق ليه في الصباط. في هاد الوقيته امبيكا اكتشفت شي حاجه غريبه، بنتها شوطه راسمه هذيك الشجره الملعونه في الطابليت ديالها ولكن هي عمرها شافتها. صيفطات التصويره لراجلها وهو كيهضر معاها في الطريق تقطع الريزو، وبان ليه واحد الوحش في المرايه ديال الطوموبيل. فجاه داك الطرف ديال الشجره اللي كان لاصق ليه في الصباط بدا كيكبر وكيتلوى عليه شويه بشويه وسط ديك الطوموبيل بحال الحنج حتى كتفو تماما، وبوم تفرقعت الطوموبيل ومات شوفينكار. دوزت امبيكا شهور ديال الحزن حتى عيط ليها جوديف وقال لها راه كاين واحد السمسار باغي يشري القصر وخاصك تجي تحضري بصفتك الوريثه. امبيكا كانت خايفه ولكن بنتها شوطه لحت عليها باش تمشي معاها. غير وصلوا لجنب القصر امبيكا شافت الخايل ديال راجلها في واحد السرجم وتخلعات حتى كانت غضرب بنت بيكاش الخادم. تما تعرفت على العائله ديال بيكاش، كانت مراته ناندي وبنته ديبو. ناندي كانت كتشوف امبيكا بواحد الشوفات غريبه بحال الا عارفه شي سر خطير. بيكاش عاود لامبيكا باللي المعبد مسدود هذه 40 عام وما يقدروا يحلوه حتى تبان الصنم كالي في الحلم ديال شي واحد. امبيكا بغات تقابل الاب ديال بيكاش ولكن هو كان شيباني وما كيقدر حتى يهضر. وبالليل هاد الشيباني نطق بواحد الجمله اللي كانت غريبه شويه، الجحيم على الابواب وكلكم غادي تموتوا. امبيكا طلعت لبنتها للبيت ووصاتها ما تخرجش، ولكن الطابليت عاود ثاني ترسمت فيه الشجره بوحديتها وبداو خيالات ديال بنات على شكل وحوش كيدوروا بالبنت. السمسار جا ولكن
بغى يشري القصر بنص ديال الثمن حيت قال بلي مسكون وفيه الجنون. جوديف جرى عليه وقمعو ووعد امبيكا بلي غيلقى مشتري واحد اخر. شوتا ورات الراس مال ديبو تخلعات وقالت ليها هذه شجره الشياطين. شوتا كانت فضوليه بزاف ولحات عليها باش تديها تشوفها ومشاو هما مخبيين. غير وصلوا ديبو خافت ولكن شوتا دخلت بوحدها لوسط الغابه الميته. امبيكا لقات بنتها وجراتها لعندها ولكن في ديك اللحظه ناندي ديبو جات كتغوت حيت بنتها ديبو جاتها دم الحيض الاولى. هادشي خلاها تخلع وهزت بنتها وحبستها في بيت معزول وبدات كتبخر وترش في الطلاسيم ووصلتها ما تحلش السراجم نهائيا. ولكن في انصاف الليل السراجم تحلوا بوحديتهم وبان واحد الوحش مرعب. الجذوع ديال الشجر بداو كيدخلوا من الشرجم وبدا كيتلوى على ديبو المسكينه وبداو كيخبطوا فيها مع الحيط. فجات ناندي للبيت ما لقاتش بنتها ديبو، كان الشرجم مهرس والريحه ديال الموت كدور تما. بدات كتغوت هي وراجلها. امبيكا حاولت تخفف عليهم ولكن ناندي دارت فيها وقالت ليها نوضي خرجي علينا، نتوما هما السبب، بنتك هي اللي داتها عند الشجره الملعونه والشيطان شاف ديبو وخداها ودابا الدور على بنتك حتى هي غادي ياخذها. واحد شويه وصل تما المحقق شيكار وبدا كيسمع قصص خياليه. بيكاش قال ليه بلي اي بنت جاتها العاده الشهريه الاولى كيديها شيطان الغابه. جوديف اكد الخبر وقال بلي هادشي واقع هادي 3 شهور دابا والبنات كيتخطفوا وكيرجعوا من بعد يومين وكأن شي حاجه ما وقعات. اهل القريه كاملين بداو كيغوتوا على امبيكا وكيقولوا ليها بلي الناس دخل معاهم فاش مات راجلها وبنتها هي السبب. امبيكا مابقاش مستحمل هذيك الهضره، دخلت الغابه والبوليس كانوا وراها وبدات كتشوف خيالات بنات وبنت امبيكاش واقفه حدا واحد الشجره ولكن غير كتقرب كتختفي. امبيكا سمعت صوت دري صغير كيبكي وسط واحد الكهف ولكن المحقق قال لي انا ما كنسمع والو وقيل غير كيتخيل لي، يلا رجعوا بحالاتنا. فاش رجعت للقصر بنتها شوطه كانت ميته بالخوف وقالت لما بلي كلشي كيقول بلي بابا هو السبب وبلي الشيطان باغيني انا. امبيكا انا قررت تعاود ليها كلشي، قلت ليها كتفكري اللوحه ديال كالي؟ قلت لها القصه ما سالاتش تما، واحد قطره ديال الدم طاحت في الارض وتولد منها شيطان سميتو امساجا. هاد الشيطان ما قدرش يتغلب على ديك الصنم كالي فقرر يستعمل البشر ويبدا يخطف البنات باش يولد منهم جيش من الشياطين. هنا الناس طلبوا المساعده من كالي اللي نزلات قطره ديال الدم في عين واحد الراجل وعطاتو قوه خياليه باش يحبس امساجا. ولكن امساجا كان كي تسنى حتى ولد ديك العائله بنت وفاش كملت 12 عام خطفها وحملت منه. الاب ديالها باش يوقف هاد الكارثه قرر يقتلها هي واللي في كرشها. شوطه سولت الام ديالها شنو علاقتنا حنا بهذا الشيء. امبيكا جاوبتها باللي الناس كيظنوا بلي عائله شوفينكار هي النسل ديال ديك الراجل القوي وداك الشيء علاش قرروا يقتلوا اي بنت كتزاد في العائله. الاب ديالها هرب للمدينه باش يحميها وضحك على جدها والاب ديالو وقال لهم باللي تولد ولد ماشي بنت. كتبان لينا ديبو كانت واقفه مع الشيطان وملامحها بدات كتبدل. المحقق كان كيسول البنات اللي رجعوا، وحده منهم قالت لي بلي شافت واحد المراه عجوز في ديك البلاصه. امبيكا شافت نفس العجوز برا القصر. الخادم بيكاش عطى الامبيكا واحد الظرف ديال راجلها فيه كلام وشفار. فجاه بان ليها خيال راجلها وشرح ليها الرساله، قال ليها نهار الصيف ديال كالي غيتخلط بدم بنتك وبالارض تما غيتقلب السحر على الساحر ونقدروا نقتلوا امساجا. امبيكا شافت الصنم كالي في الحقيقه وخدات قرار باش تفتح المعبد اللي كان مسدود 40 عام. الخبر طار في القريه والناس فرحوا وحسبوا باللي وقت التحرر قرب. دخلوا للمعبد ولقاو ديبو رجعات وعنقوها والديها وهما كيبكيو. جوديف دار فيها الملك المنقذ ولكن الحقيقه كان هو الحنش اللي كان مخبي وسط العشب. الطبيبه كشفت على البنات اللي رجعوا. العاده الشهريه وقفت عندهم كاملين وبدون سبب حيت هما ما حاملينش. بالليل شوطه مسكينه بدات كتحس بالوجع وامبيكا شكت باللي بنتها هي القربان الجاي. في نفس الليله ديبو دخلات باش تقتل جدها، خنقاتو بدم بارد. مشات عند شوطه وبدات كتوسوس ليها باش يخرجوا يلعبوا وسط الليل. امبيكا فاش فاقت لقات السرير خاوي والجد كان مقتول. خرجت كتجري للغابه وشافت شي حاجه خلاتها ترعد. البنات كاملين كانوا غايبين على الوعي والجذوع ديال الشجر كانت كتهزهم للسما. العجوز الساحره كانت تما. امبيكا نجحت تخطف بنتها وتهرب ولكن جوديف حبسها وقال ليها بلي غدا هو الاحتفال الكبير وخصها هي اللي تفتح المراسم. امبيكا عاقت بالخطه وقررت تهرب بالطوموبيل ولكن جيش البنات المسكونه تحاصروا الطوموبيل، ضربوا امبيكا وفقدت الوعي وخداو شوطه لعند الشيطان. ولكن الصدمه هنا هي ان جوديف هو ديك الشيطان. المحقق شيكار بدا كيربط الخيوط وعاق باللي جوديف هو الراس المدبر. امبيكا فقط لقات راسها مع العجوز المنشوده اللي كشفت ليها الحقيقه وقالت ليها انا ماشي شريره، انا اللي رفضت نقتل الاخت ديال الزوج ديالك شحال هادي، ولكن جوديف هو اللي وسوس لجدك وقتلها بيدو. المحقق واجه جوديف وهنا جوديف لبس الوجه ديال الحقيقه. انا اللي قتلت ديك البنت شحال هادي ودرت صفقه مع الشيطان وهاد الصفقه كانت باش نولي انا اقوى واحد في الكون. قتلت الوليد ديال شوفينكار
وجريتهم لهنا باش ناخذ البنت المنشوده، وفجاه تحول جوديف لكائن مرعب، تحول لامساجه حد ذاته. العجوز قالت لامبيكا باللي السيف ديال كالي هو الحل الوحيد، وعطاتها قوه خياليه. امبيكا دخلت للمعبد، هزات السيف وطارت للغابه، تلاقات مع جوديف اللي بدا كيضحك عليها، ولكن امبيكا حتى هي المراه قالت ليه سلمني بنتي ولا غنخلي مصيرك بحال راك تابيج. جوديف صيفط عليها البنات، ولكن امبيكا بديك القوه اللي عطاتها العجوز شفاتهم ورجعتهم للطبيعه ديالهم. المعركه كانت قاصحه، جوديف بدا كيخبط في امبيكا مع الشجر حتى كرفسها مزيان وقطع ليها رقبتها وماتت. صدمتو ياك، ولكن غيصبروا. نقطة الدم من امبيكا طاحت في الارض، نزلت لعند الاجداد تحت التربه وخدات منهم قوه خياليه وخلاتها تنوض من الموت. هاد المره امبيكا ولات هي كالي براسها، شدات جوديف قجاتو وعلقاتو في الشجره وخشات السيف في القلب ديالو. قلت لي الا كنتي انت من نسل الشيطان انا راه من نسل كالي. جوديف تبخر ومات الشيطان للابد وكل شيء رجع للطبيعه ديالو، ولكن الساحره صدمات امبيكا، قالت ليها بنتك حامله بجيش الشيطان. امبيكا هزات السيف وهي كتبكي وبغات تضحي ببنتها باش تعيش القريه في سلام، ولكن في اللحظه الاخيره وقعت معجزه. ارواح ديال الاطفال اللي تقتلوا شحال هادي خرجوا، كانوا على شكل نور وطهروا شوطه. الساحره غوتات بالفرحه، الحمل مشى، بنتك رجعت طبيعيه. كان هي اللي عتقاتها. امبيكا عنقات بنتها وهي كتبكي وسال الكابوس اللي دام 40 عام.